كل واحد فينا مر باليوم اللي بيصحى فيه ومش طايق الدنيا. بتحس إنك تعبان، مخنوق، مش قادر تفتح كتاب ولا تروح شغل، وتقول لنفسك هأجل كل حاجة لبكرة يمكن نفسيتي تتحسن. بس بصراحة اللي بيستنى الموت عمره ما هيوصل. الأيام التقيلة والمشاعر السودة دي جزء من الرحلة، ومفيش حياة ماشية دايما على خط مستقيم. لكن الكارثة الحقيقية إنك تسلم حياتك لمزاجك المتقلب. لو فضلت ماشي ورا المود هتلاقي نفسك يوم شغال بكل طاقتك و10 أيام نايم من غير إنجاز، وده اللي بيضيع العمر. فاكر القاعدة اللي ربك عليها دينك؟ انت مش مخلوق تمشي ورا رغبتك، انت مخلوق مجاهد، بتقوم وبتشتغل وبتسعى حتى لما قلبك مش مساعدك. ربنا قال انفروا خفافا وثقال، يعني قوم اشتغل سواء نفسك رايقة أو مش رايقة. مفيش حاجة اسمها مش قادر أو مليش نفس. النبي نفسه اتأذى وتعب واترفض، بس عمره ما وقف، كمل الطريق عشان هدفه واضح وربه عظيم. العمل هو العلاج مش العقاب. اللي بيقوم يشتغل رغم تعبه بيلاقي الهم بيتبدل طاقة، والضيق بيتحول راحة. الكسل بيجيب هم، والحركة بتطرد الهم. ولما تخلص شغلك وتشوف إنك أنجزت رغم تعبك بتحس إنك انتصرت على نفسك، وده أعظم إنجاز. فاسأل نفسك دلوقتي، هتفضل ماسك الموبايل وتقول مش قادر، ولا هتقوم تتوضى وتبدأ كأنك بتحارب ضعفك؟ قوم واشتغل بنية الطاعة واحتساب الأجر. خليك من الصابرين اللي ربنا بيرفعهم، مش من البطالين اللي ضيعوا عمرهم ورا مزاجهم. لأن اللي بيعتمد على المود عمره ما هيوصل لمنازل الأبطال.